السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم منى عثمان. دي قناتي، اللي لسه مشتركش في القناة يا ريت تشتركوا معايا، هنستفاد كلنا مع بعض. فضلا وليس امرا الاشتراك وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. انا بقالي فترة مش بنزل حاجات كتير على القناة، بمل وبزهق بجد، بس ابتديت ان انا تاني ارجع لكم تاني. انا النهارده الفيديو جديد اللي انا اعمل الفسيخ المخلي وازاي اخليه واجهزه واحطه في العلب قدامكم. تعالوا نشوف. انا اول حاجه كده، انا معايا الثلاث سمكات دولي كيلو، 3 وحدات فسيخ كيلو. انا منزل لكم فيديوهات قبل كده اللي ازاي اعمل الفسيخ واخلله بايدي، كنت تعمليه في البيت بكل سهوله. شوفوا بقى، انا اول حاجه بجيب الفسيخ كده زي ما تقولوا. الفسيخ ده مش كبير قوي، 3 سمكات في الكيلو بيعملوا علبه نص كيلو. الكيلو بيصفي كيلو مخلي جاهز صافي لحم. بجيب كده بقطع الراس وبقطع الديل، وبالمقص افتح البطن بتاعتها بالشكل ده، واطلع كل حاجه من البطن بالسكينه بكل سهوله كده، بتطلع كل حاجه، السواد ده بيطلع. نضفنا كده الفسيخ قدامكم. تعالوا بقى نفتحها ونشيل الشوك بالطريقه ديت بكل سهوله. نفتح بالمنظر ده، نشيل الشوكه الكبيره العظميه اللي في النص دي، وبالسكينه اللي معاكي او بمعلقه بظهر المعلقه اللي يريحك. اهم حاجه تنضفي كويس جدا حواليكي عشان ما يبقاش فيها سواد خالص. عاوزه تشيلي الشوك اللي في الجناب ده واحده واحده شيليه، مش عاوزه الاول اخلي وبعد كده شيلي الشوك. شوف بتحددي كده بالظبط اللي انت تطلعي اللحم اللي هو يطلع معاكي بسهوله. انا بخلي معاكم كيلو واحد بس اللي جربته معاكم، عشان تشوفوا كتير ما بيعرفش يخلي السمكه او الفسيخ بمعنى اصح، بتخليه بكل سهوله. عشان ناس كتير يقول لي طب انت بتخليه ازاي؟ اهو زي ما انتم شايفين عملت لكم فيديو منفصل خالص، وده شغلي، وده انا بنزل بشتغل بيه، وبنزل عندي في جنينه عندي في البورسعيد ببيع الفسيخ المخلي، وده جزء من الشغل بتاعي وانا بخلي الفسيخ. زي ما انتم شايفين اهو فسيخ ما شاء الله. شوف اللون الوردي ده على طبيعته جدا، مفيش اي فلاتر مفيش اي حاجه، ده لون الفسيخ. وعشان تبقوا عارفين الطبيعي جدا اي فسيخ بيتخلي مجرد ما بيتعرض للهواء لونه شويه بيتغير. دي الاكسده بتاعه الفسيخ معروفه. بلحق بسرعه اخلص الكميه واحطها في اي حاجه بتاعتي في العلب او المثلثات اللي بخلي فيها، واحط فوق الوش زيت بيحفظ الفسيخ على طول. زي ما انتم شايفين كده اهو بطلع اللحم من الجلد بكل سهوله بالسكينه. انا معايا الكميه كلها ما شاء الله. شوف الفص فيه اللحم عامل ازاي، حاجه رهيبه وريحته تحفه. اهم حاجه بتعملي واحده واحده زي ما انتم شايفين كده، وبتشيلوا الشوكه الكبيره العظميه اللي في النص دي، وتحددي كده اللحم كده وبشويش عشان تعرفي تطلعيه من الجلد بتاعه. شوفوا معايا واحده واحده اهو. بخلص الكميه اللي معايا وابتدي اعيد عليها تاني الشوك كله، اشيله من اللحم وابدا اقطع بالمقص قطع صغيره مكعبات. انا ساعات بسيبه مخلي فيليه زي ما هو كده، مش بقطعه حسب طلب الزبون معايا. انا لما بعمل علب كبيره، العلب كيلو صافي او نص صافي، الزبونه او الزبون يقول لي سيبيه ما تقطعهوش، عاوزينه فيليه كامل. لكن المثلثات اللي انتوا شايفينها دي ما شاء الله المثلث بقطع مكعب صغير كده، عشان بتبقى دي على قد الفرد، بتطلع القطعه اللحم وتتاكل على طول. حاجه ما شاء الله تحفه وزبده. وده كان الفيديو بتاعي النهارده. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.